فرض الحجاب في ليبيا مرفوض تماما. مالك دخل اذا تلبس حجاب ما تلبس حجاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم فيديو جديد بجزء الثاني من حلقة لفة في التيك توك. ما تنسوش اللايك والاشتراك، تذكروا اصل اللي بيه وننطلقوا. جدي توفى امس. حسبي الله، الله يرحمه يا اخي. الله يصبرك. لا ما بهتم، المهم انه ترك لي في الورثة $1,000,000. $1,000,000؟ ايه $1,000,000، بتصدق؟ ما شاء الله ما شاء الله. بس يا اخي انا جدي ترك لي 5 أراضي لما توفى. 5 أراضي؟ ايه بس ليش بتفاجئ؟ ايبو انت جدك ايش ترك لك؟ غيروا الموضوع. ليش ما ترك لك ورثة؟ لا ترك لي على وجهي هي. كيف يعني؟ ما فهمت. هاي الورثة اللي ترك لي اياها جدي. احا جدي توفى امس. والله استغفر الله، مش يقول لك رسمي ولا رسمي يعني. لا تنسى الجاكيت قبل ما نطلع. يا برو شو بتحكي انت؟ شو جاكيت؟ بلا جاكيت ولا بطيخ، خلينا ننزل. يا حبيبي الجو كتير بارد. يا اخي ما عليك، كيف تفكرني زيك؟ شو هذا فوفو بوي انت يا زلمه؟ شو جاكيت وما جاكيت ومن هالكلام؟ نخلي هاي القصص لك حبيبي. شو دخل؟ أنا ما في جاكيت ولا اشي، ما ببرد يا حبيبي، هذا جسم رجال. طيب خلينا نشوف. شو شكلك بردت؟ لا يا برو لا عادي، والله انا ما ببرد، ما في برد ابدا، بتحمل البرد، فاهم علي؟ روح جيب الجاكيت من السيارة أحسن لك. يا اخي ما بحتاج لا جاكيت ولا اشي. شو بتفكرني؟ بفكرني هذا انا زيك؟ شو بتفكر مجنون انت؟ ما بحتاج. والله العظيم انك بترجف يا اخي، روح جيب الجاكيت. ما برجف، بس انا شارب قهوة. طيب القهوة هاي بتخلي دقات القلب تزيد، فاهم علي؟ فعشان هيك والله بس ما مش من البرد يعني، فاهم علي؟ ترى مو رجولة انك انت ما تلبس جاكيت عادي. لا تنسى الجاكيت قبل ما رسمي صاحبك يقول لك اوكي طب صاحبك يقول لك لا لا شوفوني واحد هو يعني فكسان يعني انه يسب كثير في المقطع، بس النصيحة حقه اسطورية. يقول علبة الموية في السينما لها سعر، في البقالة لها سعر، في الطائرة لها سعر مختلف. يقول نفس العلبة لكن سعرها يختلف من مكان لمكان. ففي المرة الجاية اللي تحس انك ما منك فايدة، ممكن انك انت في المكان الغلط، غير مكانك. انه يسب. مقولة اسطورية هذه وفعلا حكمة. لازم مش لازم نقول لكم كلام زيادة، لكن كلام صح 100%. غير مكانك، لو مكانك ما فيش منه فايدة غير مكان تاني. في 700 مليون ألف تريليون ألف مكان، مش واقف على حد. هل الشبحة هل شبحة قالك شبحة خارقة يعني. شوف انت دد حاجة شو شبحت تقول. وين يا برو؟ زمان عنك ما نزلت على السوشيال ميديا من زمان. والله يا برو خلص يعني ما بدنا ننزل سوشيال ميديا وما سوشيال ميديا ومن هالكلام. خلص دخلت بمجال تاني، فاهم علي؟ شفت هذا الاشي بيطلع فلوس اكتر. شو هذا المجال؟ والله دخلت بكبرتو روكنسي. شو هذا كبرتو؟ هذا اللي بتطلع منه فلوس اونلاين. عرفت كيف؟ عرفت يعني اصير بزنس مان ومن هالكلام. شو مش فاهم عليك؟ دي عملات رقمية. عرفتها؟ هاي بالعربي هيك اسمها. انت شكلك ما بتفهم انجليزي. شو اسمها؟ كريبتو؟ يا عمي نفس الشيء، هي كل شيء نفس الشيء يعني. هي ان كان بيرتو ولا ركتو الاثنين نفس الشيء، فاهم؟ ما فرقت. طيب كم طلعت منها؟ لهلا الحمد لله يعني، الحمد لله 16 مليون. 16 مليون مستحيل. اعطيني حسابك. حسابي هيا بس هذا حساب التست. عرفت؟ حساب التست فيه هيك بس. $16. شو هذا ما بيطعميك اشي. هاي شو بدك تجيب فيهم سندويشتين شاورما؟ يا برو ارجع على السوشيال ميديا احسن لك. هدول بدبل. انا صاحبي انا كنت هيك يا فاهم كلام تاعك، بدي واحد فيها شوي على، لكن كنت انا هيك كنت جماعة قلت اللهم غير اهله وضلت حتى حدا منها. يا جماعة الخير، أنا كنت أستغرب من يجيك واحد شايب عمره 70 ما شاء الله قايم صلاة الفجر. ايه أنا عمري 20 ما أقدر أقوم، ثقيلة. صح. فكنت أبغى أعرف إيش الأسباب. قريت كتاب وقتها اسمه فاتتني صلاة للفائدة يعني إذا تسمع. الكتاب هذا يشرح كيف إنك أنت تبدأ تروح تصلي قبل ما يذن ولا يعني تفكر بالصلاة. تعرفون أنتم الصحابي هذا الكتاب شخصيا قريته، أفضل كتاب قريته عن الصلاة مع الصلاة،
غير كتاب القرآن. أكيد القرآن شيء أساسي واحد، لكن أكيد هذا كتاب خارجي غير القرآن. اكتب كتاب فادني الأرض، نمسح أقرأ. تكتب في النت فاتتني صلاة، تلقى ملف PDF تنزله وتقرأ، أو تقرأ كتب، تشي كتب دور كتب تقرأها. لكن أنصحك تقرأها. أنا ما كملتهاش، قاعد ما كملتهاش. إن أفضل كتاب عن الصلاة أنصحكم فيه بنسبة 1,000,000%. برا تابعوا تنقوا في اللي اكتب مايك تاني تعرف كتب نقول في ما قبل نكسرها. المهم اكتب في جوجل فاتتني صلاة، أو اكتب كتاب فاتتني صلاة، يطلع لك أول واحد تخش عليه تنزله PDF هو ملف PDF تقرأ. أنصحكم فيه كتاب أسطوري. طيب تقييمي قاعد ما كملتهاش، تقييمي 10 من 10. هذا بيخليك تثبت صلاتك، تخليك جرب خلاص، جرب وكلمني. هذه زمان ما ندير في العالم مش زي بالضبط اني عندنا جيتار واحد، لكن لبس الله بالخير. فرض الحجاب في ليبيا مرفوض تماما. مالك دخل اذا تلبس حجاب ما تلبس حجاب، هذا الله راح يحاسبها. تركوا بنات ليبيا في حالهم خلال 24 ساعة. اذا القرار ما تكنسل راح ادعي عليكم في قيام الليل، عسى ربي ما يوفقكم ان شاء الله. تركوا بنات ليبيا في حالهم، ما تتدخلون فيهم. شنو هالمجتمع الذكوري؟ قانون فرض الحجاب في ليبيا مرفوض. هددنا هذا خلاص، هددنا يا جماعة. عمال طرابلسي نحن القرار فيسع بيد علينا، هذا بيد علينا. لا مستحيل، لا بيد علينا. عليك مش عليك، مش على الهوا. عليك يا كلب. قبل أن نكمل كلمتين بونغو سونيك هنا، هذا رجل بلكي شاكين ما عادش. لو شاكين ان هذا رجل وقال لك مجتمع الذكور. بخاطري الكلمة ودي أقولها بس يقال، لا صعبة هذه، لو قلتها راح أنسجن. خليني ساكت. مجتمع الذكوري، ايش المجتمع الذكوري هذا؟ ناس بفجي راسك، ناس بفجي. عقلي وجسدي عادي عن نصف الشيء هذا، ما يقدرش يوصفه. شيء جديد علينا في القانون، في القاموس البشرية والكونية، جديد علينا هذا القانون هذا أو القاموس هذا والبشري هذا. قصدي في شك شوية، في جسمي صار في ايرور بوف دماغي بوف طير، صار في ايرور. لكن واحد نسينا وطلع من حياتنا، ماذا نقول له؟ ماذا نقول له؟ شدوها هذا، شدوها 400 لايك، 400,000 لايك. دعما ندير هيك زيهم نجيب مشاهدات. ماذا نقول له؟ مشاهدات تو. خير هاليبيا بدها تتوخر التالي، عاد فرحنا شوية. توا بيبدوا يتكلموا على موضوع الحجاب. كنت بنتحجب أنا زعميتني، بعدين سمعت قالوا لا، اللي تبي الحرية هنا تمشي لأوروبا. معناها في مشروع ان تبي تعيش الحرية تمشي لأوروبا، معترفين بيك غادي، لكن في ليبيا لا. قالوا ما يبوش يديروا خمار، مش حنرجعوا التالي، يعني معترفين انه هو الشيء التالي، بنجيبوها في النص حجاب. باهي واللي ما تبيش تتحجب مع السلامة.